السكيلز كلها تحت. نزل، الله ينور عليك يا ابراهيم. فاكر اداء ابراهيم كان بالعافيه ده عشان الراجل زوجته غواصه اخت شكيله وهو غواص وبيعيد المهارات بتاعته. بص على نفسه ازاي في الميه، بص على نفسه ازاي تحت كده. القصه كلها انت بتعملها مجرد بتعملها. الغواص الشاطر اللي يعمل المهاره بدون اي مجهود. بص اكيد ما انت شايف حد يعمل المهاره، هو لازم شغال معلق نفسه. دي الشطاره حرفيا، هو مفيش مجهود من كده. انا عشان نفسي خالص بص وشان ما يجيب يرجعه تاني هيعمل الوضع بتاعه يزيد جدا اهو. صوت الهواء يا ابراهيم بص الاستهلاك مفيش استهلاك عادي. بصوا شويه البابل اللي شايفينه دول ما يعملوش ربع بار، ما يعملوش قصد ربع لتر. بص على حساب انت كلمه فين ممكن يعدل ده عشان ده بص العده كلها. انا النهارده لو انا اضفت المهارات في الشغل وقت ببساطه المثال الغشيم بيعمل كل ده فين؟ في العمق. لا ده عمل بص فين؟ الحاجه في حاجه فين؟ على بس هو كان صعب في نفسه. كنا عملها فليك شويه في المتر او المتر ونص. عملنا في نص متر. امتع حاجه عادة خد صور. امتع حاجه طبعا حضراتكم عارفين الناس بتجينا من الحي العالم كله عشان احنا النقطه الثانيه على مستوى العالم في الدايفنج، في البلو هول في دهب او في شرم الشيخ او مرسى علم، حتى لو في السخنه. النهارده قدام حضراتكم الدايفر زاد مصري اولا بيأدي المهارات بكل اريحيه قدام حضراتكم. الدايفنج ما فيهوش اي مجهود. اللي يقول الدايفنج محتاج سرعه قوه رشاقه مرونه، صحيح محتاج بس مش مستوى السباحين ولا بتوع التايكوندو ولا بتوع الجري. ده حاجه ممتعه. انت بتتفرج على بيئه بحريه، بتتفرج على ريف للشعاب المرجانيه، بتأدي السكيلز بكل اريحيه. الراجل قدام حضراتكم بيأدي المهاره في عمق متر او في شالو ووتر. لو جبنا البسين اهو قدام حضراتكم سويمنج بول اهو، المنطقه العميقه هناك ودي منطقه البحر. يعني النهارده عايز نوصل رساله بس للي بيشاهد الفيديو، الغوص امتع رياضه موجوده على وجه الارض، لان انت بتتفرج على حاجات احياء بحريه تحت، مفيش اي مجهود، مفيش اي عنف تحت، انت راجل بتتحرك وتستمتع بحاجه ما انت شايفها في الطبيعه. النهارده ده كابتن حازم يسري دايف ماستر بيسترجع المهارات بتاعته، موجود معانا في اسكندريه. وهو النهارده طبعا حضراتكم بسم الله ما شاء الله هو بيحاول يجي المقصه بعد 4 مرات. واضح في الكاميرا عادل اللي بيعمل النهارده بقى. بص ركز على زوم حزام الرصاص. حزام الرصاص او حزام الاوزان بشكل عام له طريقتين. الطريقه الاولى ممكن تقلعه وتحطه على رجليك من ورا وتنزل بالفخدين. الطريقه الثانيه اللي بيعملها كابتن حازم ان انت تشد الحزام وتلبسه وانت نايم على البطن كده عامل البطاقه على البطن. هو بيعمل ده عليه. المهاره اللي قدام حضراتكم التحرك باستخدام البوصله. هو خلى ايده افقيه على الميه اهو وبحاول يظبط البوصله 0-180 وهيتحرك خط مستقيم، وانا متفق معاه يعمل لي مربع ويعمل لي مثلث. احنا عارفين ان المربع بزود على 180 بحط 90، ولو حاول اخلي المربع جهه اليسار بطرح 90، والمثلث بعمل 60 درجه. هو دلوقتي عمل الخط المستقيم وبيتحرك اهو. هات وكمل معاك.
واضح المهاره اهوت حضراتكم. هو دلوقتي عمل مربع استخدام البوصله. الناس اللي عماله تقول ان انا مثلا البوصله صعبه، قدامكم بيجنرز اهو لوحده خد اتجاهاته، عمل المربع ناقص ضلع، بيحاول ينام على الارض وبيحاول يحرك يشوف البوصله بتتحرك معاه زاويه كام، وبيشتغل على البوصله اهو بيعمل مهاره البوصله. يبقى اي حاجه تحت الميه عارفين الكومباس اللي هي البوصله هي الموجه الوحيد للاتجاهات. انا موجود تحت المحطه وعايز اعرف شمالي من يميني، قصدي الشرق من الغرب او الشمال من الجنوب. انا عندي البوصله فيها شباك، بحاول ابص اشوف الرقم يبقى فيه زيرو وفيه 180 فوق، بحاول اروح يمين او شمال حسب انا عايز اوصل مسافه كام. وكل ضلع بحدده حسب الركلات. 20 ركله ده ضلع، ال 20 ركله بعد 90 كمان مثلا 20 ركله، يبقى كده بعمل مربع. لو عايز اعمل مثلث بجيب 60 درجه وحسب الانفاس او ركلات. لو اشتغلت ركلات في كل ضلع يبقى كل ضلع 10 ركلات، لو اشتغلت انفاس يبقى كل 10 انفاس طول الضلع اهو. اقفل